تنفذ هذه كرة أمامية، محاولة رأسية، البحث عن متمم العملية، وفي آخر المطاف إلى خارج الخط. رجعت من جديد الشباب المحمدية من الشق الدفاعي. شباب محمدية اللي سبق له فاز خارج القواعد ديالو على حساب فريق يوسفية برشيد بهدف واحد مقابل لا شيء، وانتصر ايضا داخل قواعده مره واحده على حساب فريق اللي كيحاولوا ما امكن انهم ينتشروا اكثر ويبحثوا على الاطراف في بناء العمليات الهجوميه. كره عند انس باش كيلعب الكره ديالو مره اخرى لتكون من نصيب الان عناصر فريق شباب المحمديه، وبالاخص التغطيه الدفاعيه، واللي كاين الانسلال ديال اللاعب النوري اللي كان كيبحث باش يستلم الكره الماضيه. كره من القرناص يصاب في اللقطه الماضيه، والحكم يعلن على مخالفه كتجي من جهه، والنوري كيوضع الكره في المرمى معلنا على الهدف الاول. 9 دقائق وعلى انطلاقه المقابله 1-0 في مقابله يعني اللي كيكون فيها هدف سريع بهذا الشكل، فاكيد انه كتعطي انطباع على انه هنالك امكانيه ديال تسجيل مجموعه من الاهداف. الوسط بالتالي اعتقد بانه خط هجوم ديال فريق الفتح الرياضي الرباطي يعني فهم الرساله بشكل جيد ديال التمريره ديال نناح، وخاصه هنوري اللي استثمر الكره ديالو بشكل ممتاز، وبالتالي كيجي الهدف الاول من جديد. كره لصالح عناصر فريق الفتح الرباطي من الجهه اليمنى، عمليه هجوميه، هذا البحث على الهدف الثاني، كره ممتازه وتدخل ديال الحارس في الوقت المناسب. 1-0 هنوري. كره ملعوبه مره اخرى على مستوى خط الوسط، انطلاقه هجوميه، البحث على المرور، اخر كره في خط الوسط مره اخرى لشباب المحمديه، واعاده الكره من زكريا دريوش، يلعب الكره ديالو في الدفاع، يرجع كره في خط الوسط، تمريره للجهه اليمنى، عمليه هجوميه الان، رجعت مره اخرى لصالح فريق الفتح الرياضي الرباطي. كرة مباشرة، العديد من المخالفات والتوقف اللي كيجي في هذه المقابلة، وبالتالي ايقاع لبعض اللحظات كيمشي اللاعب. نتمنوا ما تكونش اصابة مؤثرة. لاحظوا هنا الطريقة ديال التقدم، وهنا اللقطة اللي كان فيها الفتح يمكن نقولوا بخبرة، وايضا ركموا مباريات قويه، معدل الاعمار ديالهم 28 سنه. ايضا هنالك شباب المحمديه فريق اللي عنده تجربه وعنده ايضا الفتوه، على اعتبار انه معدل تمريره عرضيه داخل منطقه الجزاء. كريم كان في المكان المناسب، كان ممكن انه يستثمر الكره ديالو بكل هدوء. من جديد لصالح فريق شباب المحمديه، انطلاقه اماميه ومخالفه المحاولات الماضيه. شوفوا هنا اللقطه اللي كيجي من خلالها السقوط، تقدم نحو الامام، تصويبه ممتازه في العارضه الافقيه، واحده من الكرات الجميله في مباراه اليوم. المصوب ايوب بوشتا، كورته ترتطم بالعارضه الافقيه، كان بالامكان ان تكون في المرمى، هيئها ببراعه. ضربة خطأ، الكرة ملعوبة على مستوى الخطأ الأمامي داخل منطقة الجزاء، البحث عن متمم العملية، الاعتماد على الشق الهجومي والصعود ديال المدافعين، ولكن في آخر المطاف كيظهر بأنه التصويبة كان راسية. نسن أنس باش، مرة أخرى لصالح عناصر فريق شباب المحمديه. ضائعه تصبح هجمه مرتده مضاده للانطلاقه من جانب امين عزري امام جوج ديال اللاعبين مباشره الى خارج الخط الجانبي للملعب. تماس دريوش، كره الى خارج الخط الجانبي، كرة في الخط الأمامي لمحاولة فرصة دخول داخل منطقة الجزاء، والحكم يعلن عن ضربة جزاء. ضربة جزاء لصالح فريق شباب. إذا ذاكر داد كيطلب هذه اللقطة هذه بالذات، غادي يحكم من خلال هذه اللقطة هذه. لاحظوا هنا
السقوط هنا. وفي حوار الان دكرداد مع غرفه هذا شاشه الفار، وبعد معاينه اللقطه الماضيه ومن خلال هذه الحركه، فملي كتكون الحركه ديال الحكم هكذا فكيكون تغيير القرار. فدكرداد كيقول بانه ما كاينش هنالك ضربه جزاء، وبالتالي كيف بالامكان ايجاد سبيل للاستفاده من الكرات على المستوى الشق الهجومي. كرة على مستوى الخط الامامي من جانب عناصر فريق شباب المحمديه، وبالضبط الكرة بين اقدام اللاعب مروان فلاح. تلعبات انه وصل الانسجام داخل هذا الفريق، هذه الفئه العمريه فيها تقريبا 17 سنه. كرة مرفوعه من جيمس يختار هذه الكرة للخط الامامي من جانب باش. مدرب المنتخب البحث عن الوطني المحاولة الهجومية، كما قلت، الانطلاق والانسلال والدخول داخل منطقة الجزاء من جانب عزري، ولكن في اخر المطاف هنالك زاوية. انطلاقة هجومية، الاعتماد على كرة أمامية لصالح عناصر فريق الفتح الرياضي الرباطي. نشوف هنا كرة ملعوبة على مستوى الخط الأمامي، فرصة رجعت مرة ثانية لصالح عناصر فريق الفتح الرياضي الرباطي. البحث عن الانسلال، الانطلاقة الهجومية، ولكن هنالك مخالفة. الحكم كيقول وصل اللاعب، كيتوصل مرة أخرى. الأولى الدقيقة الثامنة بالتحديد، يستمر المشوار منذ ذلك الحين لبحث عن أهداف أخرى. كرة في الجهة اليسرى في عملية هجومية، في محاولة ديال اختراق من جانب بوشتا، ولكن يواصل الاستماتة في آخر المطاف. تمريرة جانبية داخل منطقة جزاء النخلي، كاد أن يحول مسار الكرة أمامية. باش أنس كينطلق بالكرة ديالو من الجهة اليمنى. نمسن كرة أمامية، ولكن ما تمكنش منها أنس. المحمدية كرة في خط الأمامي من باش، كانت في اتجاه المسن، ضاعت له، يعاود رجع المسن، ولكن كيرتكب بالراس. لم تستثمر مواجهة. عملية هجومية، تمريرة كانت من مروان فلاح، وهذه فرصة محاولة. سلسلة من المحاولات الهجومية المتكررة المستمرة لفريق شباب المحمدية. آخرها كان أسامة زمراوي، كان قريبا من أول لاعب اللي ضيع الكرة الماضية، فهو مروان فلاح كان بإمكانه